عادة لما الواحد بيفكر يختار شريكة حياته كل التركيز بيكون على العروسة نفسها. منطقي صح؟ بس النهاردة معانا دليل غريب شوية. بيقول إن مفتاح نجاح الجوازة أو فشلها ممكن يكون عند شخص تاني خالص في الصورة. شخصية ممكن محدش ياخد باله منها بس هي المحور بتاع كل حاجة. وعشان نفهم وجهة نظره شوفوا بيبدأ كلامه بإيه. جملة كده تخض بصراحة، بيقول لك حماك أكبر فخ ممكن يعكر عليك حياتك. يعني من أولها كده واضح جدا إن الموضوع بالنسبة له مش هزار خالص. دي مش مجرد نصيحة عادية، لا دي قضية مصيرية ممكن تحدد شكل حياتك الزوجية كلها. طيب، الاختبار الحاسم ده بيحصل إمتى وفين بالظبط؟ الكاتب هنا محدد جدا، بيقول إن المعركة كلها بكل تفاصيلها بتتلعب في مرحلة واحدة بس، مرحلة هو بيعتبرها أخطر فترة ممكن تمر على أي حد بيفكر في الجواز، وهي فترة الخطوبة. والفكرة الأساسية عنده إن فترة الخطوبة دي لأ، دي مش فترة ورد وأحلام رومانسية وبس. هو بيشوفها كأنها وعد بالجواز، يعني فترة اختبار حقيقية. دي اللحظة اللي بيتفرز فيها كل حاجة وبيتحدد مصير العلاقة كلها، يا إما هتكمل وتنجح أو للأسف هتفشل. تمام. بما إن الموضوع خطير كده، إزاي بقى نتجنب الفخ ده؟ الكويس في الموضوع إن الكاتب مش بيرمي التحذير ويمشي، لا، هو بيقدم لنا أداة عملي زي اختبار كده واضح ومحدد نقدر من خلاله نقيم الشخصية المحورية دي اللي هي الحمى. والاختبار ده كله على بعضه كده هدفه يجاوب على سؤال واحد بس، سؤال محوري: هل الحامل المحتمل ده راجل بجد؟ وخلينا نكون واضحين، المقصود هنا بكلمة راجل مش مجرد النوع، لا، هو بيقصد بيها مجموعة صفات معينة زي قوة الشخصية، استقلالية الرأي، والقدرة على إنه ياخد قرار من دماغه. طيب إيه هو الاختبار ده؟ هو بسيط جدا، عبارة عن 3 محاور للنقاش. أول حاجة بتفتح معاه كلام عن المهر وتشوف توقعاته المادية شكلها إيه. تاني خطوة بترمي له مشكلة افتراضية كده، أي مشكلة، عشان بس تشوف دماغه بتفكر إزاي. والخطوة الأخيرة بتتكلموا في خطط الفرح والميزانية المتاحة. الفكرة إن كل سؤال من دول مصمم عشان يكشف حتة مختلفة تماماً من شخصيته. بس خلي بالك، طرح الأسئلة ده مجرد البداية. الأهم من السؤال نفسه هو تحليل الإجابة، لأن حسب ردود فعل الحماة الكاتب بيقول إن النتيجة بتكون حاجة من اتنين: يا أبيض يا أسود، مفيش منطقة رمادية في النص. وهنا بقى الفروقات بتبان بوضوح شديد. الرد المثالي أو الجرين فلاج زي ما بنقول بيجي من راجل مستقل بياخد قراره من دماغه وما بيحبش يشوف مواقف ضعيفة، والأهم من كل ده إنه بيراعي ظروفك المادية. الناحية التانية بقى الريد فلاج أو علامة الخطر هو الشخص المتردد اللي كل شوية يقولك هسأل الحاجة أو أشوف رأي البنات، وكمان يدافع عن المواقف الغلط، وفوق كل ده مش فارق معاه خالص إمكانياتك المادية. طب لو ظهرت علامات الخطر دي، هنا نصيحة الكاتب قاطعة وما فيهاش أي مجاملات. بيقول بالحرف: اطلع من البيت حتى لو البنت جميلة الجميلات. هو مقتنع تماما إن شخصية الأب دي لو سلبية هتطفي أي جمال أو أي ميزة في بنته بعد الجواز. طبعا أول اعتراض ممكن يجي في بال أي حد دلوقتي: وإيه يعني؟ ما هو بعد الجواز هتعيش معايا في بيتي والكلمة هتبقى كلمتي ومش هشوفه كتير أصلا. الكاتب الحقيقة كان متوقع الاعتراض ده، لكن الرد بتاعه كان جاهز. بيقول إن مع أول خناقة، مع أول مشكلة تحصل بين الزوجين، الولاية تلقائياً وبشكل غير مباشر بترجع للأب. وساعتها المشكلة مش بتبقى بين 2 متجوزين، لأ، دي بتتحول لمعركة عناد وصراع سلطة مع الحما، وده صراع من الآخر كده شبه مستحيل حد يكسبه. وعشان يخلي الصورة أوضح كمان وكمان، الكاتب بيرسم لنا بروفايل لنوعين أو نمطين من الآباء اللي لازم ناخد بالنا منهم قوي. النوع الأول هو اللي سماه الحنين بالزيادة. الأب ده من كتر حنيته الزايدة بتكون النتيجة بنت متربية على إن كل طلباتها مجابة، بنت دلوعة مش متعودة على أي صعوبات، والأخطر مش متعودة إن حد يقول لها لأ أو يختلف معاها في الرأي. وهنا بقى الكارثة بتبان. حسب الكاتب، مع أول خلاف يحصل رد فعل الأب ده بيكون فوري وعاطفي بحت. جملته المحظوظة لأ إلا بنتي، الكلمتين دول في رأيه كفيلين يهدموا أي محاولة من الزوج إنه يحل الموقف أو حتى يبني أي استقلالية في بيته. النوع التاني بقى هو اللي بيسميه اللي عامل شيخ، وده مش شيخ بيد بالضرورة، لا، ده الشخص بيستغل الدين أو المظهر الديني كقناع أو كسلاح عشان يرفض أي منطق أو أي حجة مش على مزاجه. بيحول أي نقاش عادي لمعركة دينية، هو بس اللي فاهم فيها وهو اللي معاه الحق المطلق. وسلاحه المفضل اللي بيطلعه في أي خناقة هو السؤال ده، اللي طبعا ملوش إجابة. يا سلام، يعني كل العلماء والمشايخ دول غلط وانت اللي صح؟
جملة زي دي كفيلة تقفل أي باب لأي نقاش منطقي، وتخلي رأيه هو الصح الأوحد اللي مفيش بعده كلام. طيب بعد كل التحذيرات والأنواع اللي تخوف دي، هل في أمل؟ شكل الحمى المثالي ده إيه من وجهة نظر الكاتب؟ يلا بينا نشوف الصورة الإيجابية اللي هو رسمها. الكاتب بيسميه الجايزة الحقيقية أو الرزق بجد. بيقولك الحمى المثالي ده هو اللي بيكون راجل بجد بمعنى الكلمة، شخص عامي كده بسيط وتلقائي، مش بتاع مظاهر، شخصيته قوية وفي نفس الوقت حنين، بس حنيته دي معاها حزم في المواقف اللي تستاهل. المعادلة الصعبة دي، التوازن ده هو مفتاح النجاح كله. وفي الآخر خالص الدليل ده بيسيبنا كلنا نفكر في سؤال أعمق بكتير من مجرد اختيار الحمى، وهو لما بنيجي نختار شريك الحياة، يا ترى فين بتنتهي حدود تأثير العيلة؟ وفين بيبدأ الفرد نفسه؟ سؤال مهم فعلا ويستاهل وقفة وتفكير.